بيراميدز بكره على موعد مع كتابه التاريخ لما هيقابل اهلي جده في بطوله كاس الانتركونتيننتال، ومعاه دعوات كل المصريين. لا المصريين ايه، كل الافارقه، لانه بيراميدز هو سيد ابطال افريقيا، وان شاء الله بيمثل قاره افريقيا ان شاء الله بكره. للاسف كل التوقعات، كل القيمه التسويقيه، الجماهيريه، الناحيه الجماهيريه، كل حاجه بترجح كفه اهلي جده السعودي، لكن ان شاء الله بيراميدز يقدر يكسب ويرجع لنا ان شاء الله منتصر. ندخل كده في النواحي الفنيه، التشكيل المتوقع: احمد الشناوي في حراسه المرمى، قصاده احمد سامي واسامه جلال، على اليمين محمد الشيبي، على الشمال محمد حمدي. ندخل بقى نص الملعب: مهند لاشين وابراهيم بلاتي توريه، دول اساسيين ثابتين خلاص. وليد الكارتي جاهز او مش جاهز لسه، دي فيها كلام، لانه في اخبار عن اصابته قبل ما يتحرك من القاهره، وان شاء الله يقدر يكون جاهز. لو وليد الكارتي جاهز هيكون اساسي في الماتش. على الناحيه اليمين مصطفى فتحي بنسبه كبيره مش هيبدا، وهيبدا احمد عاطف قطه. انا بقول لك على الناحيه اليمين هيبدا احمد عاطف قطه، مصطفى فتحي هيبقى في الاحتياط. على الناحيه الشمال ايفرتون دا سيلفا جاهز، لكن انا احساسي ان يوريتيتش هيبدا بكريم حافظ، هيلعب بمحمد حمدي وقصاده كريم حافظ، لان الجبهه دي عند اهلي جده فيها رياض محرز، وما ادراك ما رياض محرز، فانا توقعي انه هيبدا بكريم حافظ. راس حربه هيكون فيستون مايلي، دي ما فيهاش كلام. معاك في الاحتياطي رمضان صبحي مش جاهز، اللي هيكون في الاحتياطي الورقه الرابحه بتاعتك هتكون مصطفى فتحي، ولو ايفرتون ما بداش هيكون معاك، ومعاك مصطفى زيكو. دي الشكل العام بتاعنا. ان شاء الله ان شاء الله نكسب بكره، وان شاء الله نخلص بكره الشغل على خير، وهنكون معاكم في بث مباشر مع الماتش.